اكيد بدك تعرفي مين دعاك على البرنامج. ما تقولش الولية يا ام عماد عشان كلت عليها الجمعية. اعتقد انها راح تكون مفاجأة، افتحوا الستار. لا يا استاذ جورج انا اسفي انا هنسحب. انت ما تعرفش البني ادم ده عمل فيا ايه. انت ما تعرفش البني ادم ده عمل فيا ايه. يا سندس يا علي، ده انا بحبك والاله. حب ايه؟ انت حتى تعرف معنى الحب ايه؟ شفت يا عم جورج والقرآن وامشي. تمشي تروح فين بس يا عم؟ ده انت صاحب الدعوة اصلا. طب خلاص يا عم جورج عشان خاطرك انت بس يا عيشي. اشرحي لنا يا ست سندس، هو عمل معاكي ايه؟ اللي عمله ما يتحكيش يا استاذ جورج، شيء بشع، شيء فظيع. اكيد هو شيء كبير والا ما كانش جابك هون، بس كل شيء ممكن يتصلح. كان ورك الفرخه كلها لوحده، وعارف ان انا ما احبش الصدر. يا سندس ما انت عارف ان الصدر ناشف عليها وبقف في زوري، الورك اسهل في البالة. انا نيتك دي اللي دمرت حياتنا. شوف وصلتنا لايه، قعدتنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. طلقني يا شوي، انا لا يمكن اعيش مع واحد بياكل الورك ويسيب الصدر. ست سندس هو جاي هون عشان يستسمحك، هو حاسس بالندم من جواه. بذمتك يا استاذ جورج؟ طب بص له كده، ده منظر واحد حاسس بالندم بشنبه دي. ما تخلصونا بقى يا جدعان في الليلة دي، خلصوا يا سندس عايزين نروح. انا مستحيل اروح معاك ابدا، انت مخلي عيشتي سواد. ده انا مره بقول له انا ولا امك يا شوي، قال لامي طبعا. ايوه ما هو لازم يختار امه، مش المشكلة يعني. حتى انت كمان. طب طلعني يا استاذ جورج.